ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى الموضوع مش هيبقى على موتوسيكلات، النهارده احنا جايين نصور مبادره معموله من شركه قادر او توكيل قادر للعجل. زي ما انتم شايفين كده قدامنا 4 موديلات، اسعار مختلفه، اسعار بتبدا من اول 4250 لحد 4750. الحلقه دي هتفيد ناس كتير جدا ويمكن مختصين بمجال العجل، فما تفوتوش الحلقه. يلا بينا نبدا. الموضوع المره دي هيبقى مختلف شويه. ليه؟ لان انتوا دايما بتشوفوا ان انا بعمل لكم ريفيوهات عن سكوترات، عن موتوسيكلات بتنزل جديده السوق، بس الموضوع مختلف لان هو شدني شويه ان انا النهارده هتكلم على العجل اللي قدامنا ده تبع شركه فونيكس، نازل من الهيئه العربيه للتصنيع توكيل قادر. العجل اللي قدامنا ده يعتبر هايبرد، الشكل بتاعه شكل شبابي جدا، وفي نفس الوقت هينفع ناس كبيره لو عايزين يروحوا مشاورهم. طبعا في ناس كتيره هوايه العجل دي هوايه انا ما اقدرش ان انا اتكلم فيها ياما، لان انا مش ركيب عجل. كلنا كنا زمان عندنا عجل، وكل الناس ابهاتها ومامهاتها جابت لها عجل. مامهاتها ايه؟ من الاخر الاهل جابوا لهم عجل واحنا كنا صغيرين، وبقى كل واحد بقى حب الموضوع ده. عمرو اول ما عرفته كان مدمن عجل، صح عمرو؟ وبعد كده انا كنت اعطب السكوتر، قلت له عمرو تشتري سكوتر، قال لي يا عم انا بحب العجله ودي رياضه وبتاع. فعلى فكره الموضوع فعلا بيبقى في الدم. بالنسبه بقى للشاسيه اللي احنا شايفينه قدامنا ده او الكادر زي ما بيقولوا، الكادر ده سامعين معمول من الومنيوم. طبعا هو قوي وفي نفس الوقت خفيف، يعني احنا ما تبقاش ان العجله تقيله. العجله دي اللي قدامنا مقاس 26، طبعا هي سرعات، ومعمول كمان المساعدين اللي قدام فيها لوك زي ما انتم شايفين كده، عشان برضو اهو ما تقدرش مثلا. ليه هم بيعملوا المساعدين تبقى ليها لوك وما فيهاش لوك؟ لان انت دلوقتي لو ماشي في حته طريق عدل مستوي يعني تقدر تعمل للجدون ده لوك. بص شايفين المساعد اتقفل. لو انا بقى ماشي في طريق وعر او في مطبات كتير، بص فكيت اللوك، بص شايفين المساعد بينزل وبيطلع معايا ازاي. طبعا عندنا هنا الجنود زي ما انتم شايفين معموله برده من الومنيوم، وفي نفس الوقت عاملين حركه جميله جدا، قاطعين زي شرايط في الالومنيوم مبينينها بحيث ان هي تعمل عاكس او ريفلكتيف بالليل لو انت تقدر تمشي بيها، فلو اي فلاش جه فيها هيقدر ينورها. طبعا ماستر فرامل امامي وماستر فرامل خلفي. طبعا عندنا برده عدد السرعات 21 سرعه، 7 ورا و3 قدام. زي ما شايفين برده شكل الكاوتش ده برده فونيكس. طقم بتاع السرعات مع الجشمه طبعا كله شيمانو اصلي، ودي حاجات كويسه جدا او الكواليتي بتاعتها عاليه جدا. هنيجي للعجله دي نفس الكلام برده، الكادر بتاعها من الالومنيوم ودي حاجه كويسه جدا. وزي ما احنا قلنا برده نفس الفكره، وسرعات عندنا هنا السرعات بس بشكل تاني. لكن هنا هنيجي على العجله دي هنلاقي ان مقاسها كبير، دي مقاس 29، وهنا عندنا الشنط شايفين من غير الدوائر الثانيه او من غير الالومنيا الثانيه، برده فرد الكاوتش بتاعته فونيكس. طبعا هنا عندنا برده نفس القصه، السرعات 7 ورا وقدام 3. هنا برده هنلاقي عندنا البدلات معموله من الالومنيا برده فونيكس. اخيرا بقى هنيجي للموديل ده، والموديل ده مش معمول من الالومنيا، معمول من الستيل، بس عاملين عليه عازل ضد الصدى. طبعا هي تنفع اكتر للحريمي، يعني كعجله حريمي او للسيدات عموما. طبعا زي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعها مختلف تماما. العجله دي مقاسها 26. طبعا هم نازلين لك الكاوتش بتاعها كنده، حاطين لك بقى ثبت قدام. من مميزات العجله دي طبعا ان الجدون بتاعها عالي غير العجل التاني. بص قاعدين، الكرسي بتاعها ده طبي. تعالى بقى، هي دي بقى اللي انا كنت بتكلم فيه زمان. تعالى، شايف الفرامل؟ هو ده الفرامل. هي دي ايام لما انا كنت عايش الطفوله، كان شايفين الفرامل تحس ان هو تقيل. هو ده الفرامل. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الفرامل بيبقى على واير، بتمسك يمين وشمال اهي، من يمين وشمال على حافه العجله، وبرده نفس الكلام قدام على واير. الجيل الجديد ده بايظ برده عمرو، الجيل الجديد ده بايظ، عامل لي بقى ماستر وبتاع. خلينا في الكلاسيكات. طبعا هنا عاملين لك ورا برده قاعده، ممكن مثلا تحط حاجه ورا وتقفل عليها، هم عاملين لك ليها سوسته يعني. 21 سرعه. بس هنا بقى بصوا التفاصيل، عشان هي كلاسيكيه بقى ماشيه مع الثبت وماشيه. عارف انت لما تلبس بدله وتلبس ايه جزمه وحزام نفس اللون، الثبت عاملينه لك نفس ايه المقبض، نفس الكرسي. طبعا هنا عندنا برده السرعات شيمونه اصلي، ودي من الحاجات اللي بتميز العجل عموما عندهم. طبعا هنا عندنا بقى الفرامل قدام ورا، هي دي العجله الوحيده اللي معموله من الستيل. اضرب انت يا عمرو، اضرب انت. شايفين الصوت هنا عامل ازاي، وشايفين هنا الصوت عامل ازاي، سامعين؟ ودلوقتي هقول لكم على الاسعار بالترتيب عشان تبقوا ايه شايفينها. سعر العجله اللي قدام عامله 4400، وسعر العجله برضو دي 4400. بالنسبه لسعر العجله دي عامله 4750، وتعتبر العجله دي اغلى العجل اللي موجود. واخيرا هنيجي عند العجله دي وسعرها 4250. ارخص عجله موجوده هي سعرها 4250، ودي يعتبر اغلى عجله موجوده 4750. وطبعا شركه فونيكس من الشركات المعروفه جدا، والوكيل بتاعها او تعاون ما بينهم ما بين شركه قادر. فانا هحسب لكم كل اللينكات بتاعه الصفحات، ولو انتوا عايزين تعملوا اوردر برضو من خلالنا من عند اي رايد مفيش اي مشكله. اهم حاجه الدعم والسبسكرايب واللايك عشان دايما نفضل ايه مكملين مع بعض. يلا باي باي.